عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. بيبدأ فيلم الليلة مع صاروخ أرض جو اسمها كاترين، وبنعرف إنها ممثلة جميلة جدا، لكن للأسف مش مشهورة عشان ما عملتش غير فيلمين في السينما، على الرغم إن جوزها منتج سينمائي وغني جدا وكان اسمه ريتشارد. وبنعرف للأسف إنها من يومين اتعرضت لحادثة اغتصاب، والحادثة كانت في بيتها، وعشان كده بنرجع بالذاكرة فلاش باك يومين لورا عشان نعرف إيه اللي حصل لكاترين. قبل الحادثة بيوم كاترين كانت داخلة محطة بنزين بالعربية بتاعتها، والأمور طبيعية ومفيش أي حاجة، لكن في نفس الوقت كان في عربية حمراء بتحط بنزين واقفة جنبها، وبرضه الأمور لحد كده تمام. بعد كده كاترين خلصت وحطت البنزين اللي هي عاوزاه واتحركت بالعربيه بتاعتها عشان ترجع بيتها، لكن العربيه الحمراء اللي كانت واقفه جنبها فضلت ماشيه وراها ومراقباها لحد البيت. بعد كده كاترين دخلت بيتها والامور ايزي خالص ومفيش اي حاجه غريبه، وبنلاحظ ان الفيلا بتاع كاترين في مكان راقي جدا وحتى كل اللي ساكن فيها اغنياء. بعد كده كاترين شافت الجنينه بتاع الفيلا مش مترتبه ولا نظيفه. ساعتها كاترين فضلت تدور على الجنايني اللي شغال عندهم اللي اسمه جورج في كل مكان، لكن مش بتلاقيه. وساعتها كلمت شركه خدمات الحضاره اللي متعاقده معاها عشان تعرف الجناين راح فين، ولما كلمت موظف الشركه حست من كلامه ولهجته انه مكسيكي او عنده اصول مكسيكيه. ساعتها الموظف بيعرف ان جورج الجنايني اتفصل من الشركه بسبب مشكله مع الشرطه، لكن في نفس الوقت الموظف بيعرفها ان هيبعتوا لها واحد جديد مكانه في اسرع وقت. بعد كده الموظف بيعتذر لها على اللي حصل. لحد كده برضه الامور كلها تمام ومفيش اي حاجه غريبه. بعد نص ساعه بالظبط موظف الشركه الجديد بيرن جرس الباب ويعرف كاترين ان هو الموظف والجناين الجديد، وبيقول لها ان اسمه بن. بعد كده بن بيعرفها ان هيبدا شغل من بكره عشان يجيب معدات الشغل معاه اللي هيشتغل بيها في الحديقه. بعد كده بن بيستاذن منها عشان يمشي، وقبل ما يمشي بن كاترين بتتفاجئ ان باب الفيلا اتقفل عليها وهي بره في الحديقه، وللاسف معهاش اي مفاتيح غير الموجوده جوه البيت. ساعتها بن عرض عليها انه يساعدها ويفتح لها الباب، لكن قبل ما يعمل اي حاجه طلب منها طلب غريب جدا، انها ما تبلغش الشرطه باللي هيعمله. ساعتها كاترين بتستغرب جدا من كلامه، وعشان كده بن كان هيسيبها ويمشي. راحت نادت عليه وقالت له اوعدك ان مش هعرف اي حد باللي هيحصل. وساعتها بن بيعمل حاجه غريبه جدا، طلع طفاشه من جيبه وبسرعه فتح الباب بيها. وقتها كاترين فرحت جدا وشكرته، لكن استغربت شويه من اللي حصل قدامها. بعد كده سالته عن العامل جورج، راح بن قال لها الشركه فيها عمال كتير وللاسف ما عرفش جورج كويس، لكن اكد كلام الموظف ليها وقال لها جورج معاه مشكله مع الشرطه وبيسيبها ويمشي. بعد كده ريتشارد جوسا بيوصل البيت، واثناء ما كان بيشربوا درينك على البسيم كاترين بتطلب منه ان يرشحها في فيلمه الجديد. راح قال لها انا اخر احط اسمك في القوائم مع الناس المرشحه للدور، وبيعرفه انه مش هيقدر يفرض رايه على شركه الانتاج كلها. وساعتها كاترين زعلت منه، لكن ريتشارد كان عاوزها تعتمد على نفسها من غير اي مساعده منه. وفي اليوم اللي فيه حادثه الاغتصاب كاترين كانت لوحدها. ساعتها الجناين بن بيوصل ومعاه معدات الحديقه اللي هيشتغل بيها، وفعلا بن بيبدا شغله في الحديقه. بعد فتره كاترين بيشوفه وهو شغال في الشمس، راحت قررت انها تعزمه على مشروب وكمان يرتاح شويه لان الجو سخن جدا، وعشان كده عملت له ليمون بالتلج وشربوا هما الاثنين في الحديقه. بعد كده كاترين اتكلمت معاه وشكرته على مساعده امبارح لما فتح لها باب الفيلا. ساعتها بن بيعرف من كلامها انها ممثله وللاسف مش مشهوره. بعد كده بن بيتكلم معاها ويعرف انه في الاساس مهندس قبل ما يشتغل جنايني، وللاسف ما كانش لاقي وظيفه عشان كده اشتغل جنايني. وكمان بيعرفها ان عنده مواهب وعنده خبره في كل حاجه، وبيعرفها للاسف انه ملوش حظ. في الوقت ده بن كان عارف ان جوزها منتج كبير جدا، وساعتها كاترين بتقول له انا مش عاوز اعتمد على جوزي عشان اكون واحده مشهوره، وعشان كده طلبت منه ما رشحنيش لفيلمه الجديد عشان اثبت نفسي وما اعتمدش عليه. لكن بن بيقول لها لازم جوزك يساعدك والمفروض يعمل كده لانه واجب عليه يعمل كده عشان توصلي وتكوني نجمه مشهوره. بعد كده كاترين بتحس انها نسيت نفسها معاه وان ما يصحش تتكلم عن حياتها الشخصيه قدام واحد ما تعرفوش، عشان كده سابته يكمل شغل. بعد كده بنشوفها وهي ماسكه سكريبت الفيلم بتاع جوزها وبتدرب نفسها على الدور اللي كانت مرشحه ليه. بعد كده بنلاحظ ان كاترين اتعودت على بن وعلى طول بتنادي عليه في الكبيره والصغيره، وطلبت منه انه يصلح لها الترابيزه وكمان طلبت منه يصلح العربيه. وفعلا بن كان عنده خبره في كل حاجه، وعشان كده شكرته ودخلته معاها جوه الفيلا وبدات تتعود عليه. بعد كده عطته السيناريو بتاع الفيلم عشان يمثل ان هو حبيبها في الفيلم لو نجحت انها تاخد الدور، وفعلا بدات تمثل قدامه واندمجت جدا في الدور وتاثرت جدا وفضلت تبكي. وقتها بن كان بيرد عليها بصوته والكاميرا كانت بتصورها هي، لكن وقتها بن لاحظ ان السيناريو تافه جدا ومش واقعي. راحت اتعصبت عليه وادت له فلوس في مقابل انه يساعدها، لكن وقتها بن رفض انه ياخد منها فلوس وحس انها بتهينه وزعل منها وسابها ومشي. بعد كده كاترين بتروح عنده وتعتذر على اللي حصل منها عشان
افتكرته انه بيتريق عليها في تمثيلها، وكمان بين بيعتذر ليها وقال لها انا اقصد السيناريو انه تافه، لكن انت ممثله جميله وعندك امكانيات خطيره، لكن للاسف مش عارفه توظفيها ولا تستمتعي بيها، وعاوزه واحد يوجهك وكمان يهتم بيكي. على عكس هو شخص فقير وكمان دخل السجن، وبيعرف انه شخص ممتاز وعنده خبرات وامكانيات كتير ممكن تفيد الناس بعد كده، وكمان عرف ان هو شخص صريح جدا وبيكره الكذب، ومن كلام بن ليها بيحاول يستعطفها. وفعلا كاترين بن بيصعب عليها بسبب الحاجات اللي حصلت ليه في حياته، وبدات تعجبها شخصيته عشان بن اتكلم عن احتياجها العاطفي وداس عليه واستغله واتكلم معاها على الحته اللي بتوجعها. ساعتها بتفتكر جوزها ريتشارد وانه دايما سايبها ومش مهتم بيها وعلى طول مسافر، ومشاعرها ناحيته اخر حاجه يفكر فيها. عشان كده كاترين بن بدا يعجبها وبدات تهتم بيه، وبنشوفها وهي بتراقبه من شباك الفيلا، لكن كانت حزينه جدا. بعد كده جوزها بيرجع البيت ويعرفها انه هيسافر بكره سان فرانسيسكو لمده يوم واحد، وبعد كده هيرجع على طول. وللاسف هو ده اليوم اللي حصلت فيه حادثه الاغتصاب. بعد كده كاترين بتصحى من النوم على صوت موسيقى مزعج جدا، وساعتها بتعرف ان الصوت ده جاي من فيلا جيرانهم، وبتستغرب جدا لانها عارفه الفيلا مهجوره ومحدش ساكن فيها. تاني يوم بتلاحظ ان بن واقف عند نفس الفيلا اللي سمعت منها الصوت، على الرغم ان بن ما عندوش شغل النهارده. بعد كده بيروح عندها ويتكلم معاها ويقول لها نتعرف على واحد اسمه إت وان هو اشترى الفيلا اللي جنبكم. ساعتها بن بطريقه غير مباشره بيعرف ان جوزها ريتشارد مش موجود وان سافر الصبح، وساعتها كاترين كانت مستريحه نفسيا معاه. بعد كده بن بيطلب منها ان يعزمها على الفطار في اي مكان هي تختاره. راحت قالت له على فكره احسن انها تعمل لهم اكل هما الاثنين ويجيب صاحبه إت ياكل هنا في الفيلا. وقتها بن بيوافق ونادى على صاحبه إت، وفعلا بيقعدوا هما الثلاثه على البسيم وهم بياكلوا. بدا بينهم حوار، وبتعرف كاترين ان إت اشترى الفيلا بتاع جيرانهم عشان معاه فلوس كتير، وكمان بتعرف ان عنده ابلكيشن على الموبايل بيكسب منه فلوس كتير. بعد كده إت بيديها الكارت بتاعه وفضل يتكلم كتير جدا بطريقه غير معقوله. ساعتها كاترين حست ان هو متعقد نفسيا. بعد كده بتسيبهم وتروح تجهز الاكل. بعد شويه بن بيروح وراها المطبخ بحجه ان عاوز يساعدها، وبدا يتكلم معاها عن حاجات خاصه جدا زي اول حب ليكي مين، وازاي عرفت ريتشارد، وانت بتحب جوزك ولا لا، واسئله تانية كتير. ساعتها بن بيعرف من كلامها انها بتحب جوزها جدا، وخاصه انه مش مخليها محتاجه اي حاجه. ساعتها بن بيقول لها ليه جوزك ما رضيش يديك دور في الفيلم الجديد؟ راحت قالت له مره تانية انا عاوز اعتمد على نفسي وانا قلت لك قبل كده. بعد كده بيعرفها ان اتفرج على فيلم ليها وعجبه تمثيلها جدا، وقتها كاترين شكرته على كلامه الجميل. بعد كده بتطلب منه انه يجهز الاكل مكانها لحد ما تحضر هدومها عشان رايحه تستنى جوزها في المطار. وفعلا كاترين بتروح تغير هدومها، ولما رجعت اتفاجئت ان بن دخل إت الفيلا من غير ما يستأذن منها، وكمان خدوا مشروب من الثلاجه من غير ما يعرفوها. لكن بن بيلاحظ انها زعلت عشان كده بيعتذر ليها. راحت قالت له عادي ومفيش مشكله. بعد كده بن بيطلب منها انها تشغل موسيقى، وفعلا كاترين بتشغل موسيقى كلاسيكيه. وبعد كده بن بيطلب منها انها ترقص معاه، وفعلا هما الاثنين بيرقصوا مع بعض، وواحده واحده هما الاثنين بيندمجوا ويقربوا من بعض. وساعتها بن قرب ليها وبسها. وقتها صاحبه إت كان قاعد بيراقبهم وكان عين عليهم ومتغاظ جدا، وفضل يشرب لحد ما سكر. بعد كده كاترين بتسيب بن عشان محتاجه تقعد لوحدها، وساعتها فكرت باللي حصل بينها وبين بن وان ازاي نسيت نفسها معاه. بعد كده بنلاحظ ان بن بيتكلم مع إت بصوت واطي جدا ومحدش سامعهم، وإت بعد كده بيسيبه ويمشي، وبن كان مع كاترين لوحدها. بعد كده بتقول له صاحبك مشي ليه؟ راح قال لها ده انسان متعقد نفسيا وسيبك منه. وكاترين بعد كده طلبت منه انه يمشي هو كمان ويسيبها لوحدها. راح طلب منها انه يقعد معاها شويه. راحت قالت له لازم اروح المطار عشان استنى ريتشارد، وساعتها كان لسه بدري على ميعاد الطياره. وقتها عملت كده عشان تمشيه عشان ما تديش فرصه لنفسها هي وبين يعملوا حاجه مع بعض، لكن للاسف بتضعف قدامه وفضلت تشرب وترقص لحد ما سكرت. وساعتها ما كانتش في وعيها ولا كانت عارفه ايه اللي بيحصل، وعشان كده مش هتعرف تسوق العربيه وتروح المطار تقابل جوزها. وعشان كده بين بيطلعها غرفه النوم. وبنرجع شويه لاول احداث الفيلم، وبنعرف ان بن وإت حراميه ونصابين ولسه طالعين من السجن بيدوروا على اي حد ينصبوا عليه. وبنعرف ان اسمائهم الحقيقيه واحد اسمه دوكو وواحد اسمه تيس. وبنشوفهم هما ماشيين في الجبل وجايين من مكان بعيد جدا وشايلين الشنط بتاعتهم، وبكده احنا عرفنا انهم اتنين مجرمين. وساعتها لما نزلوا من على الجبل شافوا محطة بنزين قدامهم على أول الطريق. وقتها دوكو بيخبط على الباب واتكلم مع الراجل الموجود وطلبوا منه بيرة ومية وسجاير، وعرفوه إنه ياخدوا الحاجة دي ببلاش وإلا هيخلصوا عليه. ودوكو عرفوا إنه لسه خارجين من السجن ومستعدين يرجعوا السجن مرة تانية لو ما خدوش الحاجات اللي طلبوها. ساعتها الراجل بيخاف منهم ويديهم الحاجات اللي عاوزينها من غير أي فلوس. بعد كده بنشوفهم قاعدين جوه محطة البنزين بياكلوا ويشربوا. ساعتها بيشوفوا بنت حلوة جدا خارجة من السوبر ماركت، وبنعرف إنها كاترين كانت بتشتري من السوبر ماركت لحد ما العربية بتاعتها تفول بنزين. ساعتها دوكو بتعجبه شياكتها وحلاوتها وكمان رشاقتها وهي ماشيه، وعرف انها باين عليها بنت غنيه جدا ومعاها فلوس كتير، وهما الاثنين لسه خارجين من السجن ومعهمش اي فلوس. ساعتها دوكو بيقرر
انه يمشي وراها عشان يعرف هي ساكنه فين او يعرف اي معلومات عنها. في الوقت ده كان في عربيه حمراء واقفه في البنزيمه، وساعتها دوكو اتعرف على صاحب العربيه وعرف ان اسمه ايدي ورايح اجتماع مهم في فندق. ساعتها دوكو شاف كاترين وهي خلاص ماشيه وهتركب العربيه بتاعتها. ساعتها هما الاثنين بيتكلموا مع بعض، ودوكو يشاور له على كاترين وعرفوا انهم هيروحوا وراها البيت عشان يسرقوها وهيخليه يعمل معاها علاقه. وقتها هما الاثنين بيركبوا العربيه الحمراء اللي واقفه، وهددوا صاحبها بالمطوه عشان يمشي بسرعه ورا العربيه بتاع كاترين قبل ما تتوه منهم. ساعتها ايدي صاحب العربيه بيخاف منهم ويتحرك بالعربيه، وفعلا هما الثلاثه بيفضلوا ماشيين وراها لحد ما عرفوا مكان فيلتها وشافوا العربيه بتاعتها موجوده. بعد كده بينزلوا هما الاثنين من العربيه. بعد كده دوكو بيهدد صاحب العربيه ان لو اتكلم هيخلص عليه وهيروح للفندق اللي هو فيه وبعد كده يموته. ساعتها ايدي صاحب العربيه بيوعدهم ان مش هيعرف اي حد بيهم. بعد كده هما الاثنين بيمشوا وبيروحوا عند الفيلا بتاع كاترين. وقتها دوكو بيتكلم مع اوتيس ويعرفوا انه مش هيقتحموا الفيلا وكمان مش هيسرقوا حاجه فيها، وبيعرفوا انه عاوز يعمل خطه سهله واحسن بكتير تسهل عليهم عمليه السرقه من غير اي تعب ومجهود وتخليهم يتحكموا في كاترين نفسها وبعد كده ياخدوا منها كل حاجه. ساعتها هما الاثنين بيفكروا في خطه عشان يدخلوا الفيلا. وقتها شافوا من بعيد جنايني شغال جوه الفيلا وبنعرف ان هو جورج. ساعتها دوكو بيلاحظ ان اللكنه بتاعته مكسيكيه، وكمان بيلاحظ ان الفيلا اللي جنبهم فاضيه ومفيش حد موجود فيها. بعد كده دوكو بيفتح صندوق البريد الموجود قدام الفيلا. وقتها بيعرف من الجوابات اسم كاترين وجوز ريتشارد، وكمان بيعرف المكان بالتفصيل. بعد كده بيتصل بالشرطه من على التليفون بتاعه على اساس ان هو ريتشارد صاحب المكان. وساعتها بلغ الشرطه عن جورج اللي شغال جنايني وعرفهم انه عايش في امريكا بصفه غير قانونيه بدون اي اوراق. وفعلا الشرطه بتيجي بسرعه وتقبض على جورج، وده بيعرفنا ازاي جورج الجنايني اختفى من الفيلا. بعد كده دوكو بيفتح بالطفاشه اللي معاه باب الفيلا المهجوره ويدخلوا هما الاثنين من غير ما اي حد يلاحظهم. بعد كده هما الاثنين بدا يراقبوا كاترين هي وجوز ريتشارد وعرفوا عنهم معلومات كتير. ساعتها دوكو كان عارف اسم شركه خدمه الحدائق فاتصل بيهم وسالهم عن اي حاجه. وقتها عرف اسم الموظف اللي شغال في الشركه. ساعتها جمع كل حاجه هو عاوزها عشان يستخدمها في الخطه بتاعته. بعد كده بيخلي اوتيس يتصل بكاترين ويعمل نفسه موظف الشركه، وعرفها ان جورج الجنايني اتقبض عليه عشان معاه مشكله مع الشرطه وانهم هيبعتوا موظف جديد مكانه في اسرع وقت. وقتها دوكو بيبدا الخطه بتاعته ويروح عند كاترين على اساس ان هو الموظف وان هو الجنايني الجديد، وعرفها بنفسه انه اسمه بن. تاني يوم اللي هو فيه الحادثه اللي حصلت، بن بيروح لها بالعربيه ومعاه المعدات بتاع الحدائق اللي هيشتغل بيها، وفعلا بيبدا شغله في الجنينه. وكل اللي حصل ده عشان يتمكنوا من سرقه كاترين وجوزها لانهم ناس اغنياء وعندهم فلوس كتير، ده غير انهم عاوزين يعملوا علاقه مع كاترين عشان عجبتهم هما الاثنين. وبتمر احداث الفيلم لحد ما بن طلع معاها غرفه النوم، وساعتها كانت سكرانه ومش في وعيها. بعد كده بن بيشيلها ويوديها الفيلا بتاع جيرانهم ويسيبها على السرير عشان اوتيس صاحبه يغتصبها ويعمل اللي هو عاوزه معاها. بعد كده هما الاثنين يخلصوا عليها، لكن اوتيس ما عرفش يعمل معاها حاجه، لا اغتصبها ولا قتلها عشان كاترين صعبت عليه. ساعتها كاترين بتستعيد وعيها وتهرب وتروح الفيلا بتاعتها. وقتها بن بيتعصب على اوتيس ويرميه في حمام السباحه، وساعتها بيتخانقوا مع بعض في الميه. راح دوكو ضربه بالمطوه اللي معاه وسابه ينزل في حمام السباحه. بعد كده راح عند كاترين عشان يخلص عليها. ساعتها كانت عاوزه تتصل بالشرطه لكن دوكو بيشوفها، راحت هربت منه وطلعت على حمام السباحه مره تانية. ساعتها شافت اوتيس مصاب وبينزف دم، راحت نادت باعلى صوت عشان حد يساعدهم، لكن للاسف محدش بيرد عليها وعشان كده نزلت هي عشان تساعده. لكن اوتيس بيخونها وكان عاوز يموتها، وعشان هو مصاب بتنجح كاترين انها تخلص عليه وغرقته في الميه. فجأة ريتشارد بيرجع لوحده البيت لأن كاترين ما استنتوش في المطار زي عوايدها، وكمان تليفونها كان مقفول وده اللي خلاه يقلق عليها، وعشان كده جاء لوحده من المطار. وساعتها بن بيشوفه راح هاجم عليه. وقتها ريتشارد بيحاول يدافع عن نفسه لكن بن اتغلب عليه وكان خلاص هيموته. لكن وقتها كاترين دخلت الفيلا وجابت مسدس وخلصت عليه، وكاترين نجحت انها تنقذ نفسها وتنقذ جوزها وكانت سعيده جدا باللي عملته. بعد كده بنشوف كاترين بتمثل وهي فرحانه في الفيلم الجديد اللي بينتجه جوزها. وقتها خدت الدور بجداره لانها ثبتت نفسها من خلال الازمات اللي مرت بيها، وده احسن تمرين للبطله بتاع الفيلم من غير اي واسطه من جوزها المنتج عشان كاترين فعلا تستاهل الدور. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وسلام.